لو انت في اخر الشهر ومش معاكي غير 150 جنيه او اقل كمان زي حالاتي، تعالي يا قلب اختك اقولك هنعمل بيهم ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهارده نزلت السوق، جبت كده حبة طلبات، حبيت بقى ابر ولادي كده واعمل لهم لقمة حلوة النهارده. عملت ايه؟ عملت طبخة محترمة ما كلفتنيش اكتر من 150 جنيه. الكلام ده مظبوط؟ اه والله مظبوط وواقعي، وهوريكم دلوقتي. عملت بس كوباية شاي كده علشان لسه فترة، قلت ايه يعني اشرب كوباية شاي علشان اعرف افوق معاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوا بينا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. الميزانية بتاعتنا النهارده من 10 جنيه و5 جنيه، مش اكتر من كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. جبت ب10 جنيه بتنجان. طيب الكيلو عامل كام؟ الكيلو عامل 15 جنيه. قلت البياع عاوزين لي ب10 جنيه، هو الكيلو 15 جنيه، لو عايزه ب5 جنيه مش هيقولك لا. جبت كمان خيار، اللهم صل على سيدنا النبي. الخيار شوفوا اخضر كده وصبح وجميل وزي الفل، اللهم بارك. بكام الخيار ده؟ الخيار ده برضو ب10 جنيه. زي ما بقول لكم كده، مش لازم تجيبوا كمية كبيرة، جيبوا احتياجكم بس. الكيلو كان عامل برضو 15 جنيه، جبت ب10 جنيه، ادي 10 جنيه وادي 10 جنيه، كده 20 جنيه. احسبوا معايا. جبت كمان طماطم، ربنا يرخص قوت المسلمين اجمعين يا رب. الكيلو كان عامل 10 جنيه. بصوا بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد. جبت برضو ب5 جنيه، يعني نص كيلو. كل حاجة كده نحسبها واحدة واحدة مع بعض. انا بجيب على قد احتياجي مش اكتر من كده. طبعا طبختنا النهارده علشان نبر ولادنا محتاجه فراخ او لحمه او سمك. طيب انا جبت ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. جبت اجنحه، ما هي الاجنحه دي برضو من الفراخ. شايفين اللهم بارك عامله ازاي؟ الكيلو النهارده اللهم صل على سيدنا النبي عامل 50 جنيه، يعني الاجنحه دول اللهم بارك عاملين 70 جنيه. تمام كده؟ بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. جبت كمان اللهم صل على سيدنا محمد باميه. باميه ربع كيلو ب10 جنيه، يعني الكيلو عامل 40 جنيه. بصوا حلوه ازاي وصبحه، باميه بلدي جميله ما شاء الله. جبت برضو ربع كيلو، يعني ما حبيتش اجيب كتير، انا على قد يومنا كده النهارده وخلاص، وربنا ايه يجعل لنا فيها البركه، اللهم امين. حبايب قلبي، ربنا يسعد لكم كل اللي بيحط لي لايك دلوقتي، ربنا يكبر بخاطركم يا رب. جبت كمان ملوخيه، الملوخيه بقى اللي بقى ما شاء الله رخصت خالص. انا جبت نص كيلو ملوخيه ب5 جنيه، يعني نص كيلو ده ب5 جنيه. بسم الله ما شاء الله، الكيلو ب10 جنيه. بصوا بقى يا بنات، انا بحب اعمل الاجنحه دي بالفيجيتار. جبت ب5 جنيه فيجيتار، بصوا اهو، ده سايب من عند العطار. بتقولي له كده عايزه ب5 جنيه فيجيتار، بيديك ما شاء الله قد ايه؟ ده يعمل له ما شاء الله والله اكتر من ربع كيلو، اللهم صل على النبي. اهو. وكمان علشان طبعا الفيجيتار يبقى لازم بيض، جبت بيضتين اهو. ما كانش عندي سمنه الحقيقه، فروحت جايبه كده ب15 جنيه سمنه. قلت يلا مش مشكله على قد طبخه النهارده، وربنا ان شاء الله يكرمني واجيب تاني. تعالوا نشوف بقى ميزانيه النهارده كلفتنا قد ايه. اللهم صل على سيدنا النبي. انا جبت النهارده اجنحه ب70 جنيه، وادي 10 جنيه خيار، ادي كده 80 جنيه، 10 جنيه بتنجان، ادي كده 90 جنيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. 5 جنيه فيجيتار، يبقى كده 95 جنيه. 5 جنيه قوطه، ادي كده 100. انا نسيت اقول لكم على سعر البيض. البيض الاتنين ب8 جنيه، ادي كده 108. اركنوا بس ال8 دلوقتي على جنب. عندك باميه ب10 جنيه، والكيلو ال8 بتاع البيض على جنب، يبقى كده 110. عندك 15 جنيه سمنه، يبقى 110 و15 125. 125 و5 جنيه ملوخيه، يبقى كام؟ 130 جنيه. وادي 8 جنيه بالطيب، 130 135 138 جنيه. ميزانية النهارده 138 جنيه، فيها فراخ وفيها خضار وفيها سمنه وفيها ملوخيه وفيها كل حاجه. يعني كمان هنعمل بتنجان مخلل في وسط الاكله النهارده بامر الله. شايفين بقى الحاجات ما شاء الله. لو انت عايزه توفري وعايزه تعملي لقمه كويسه لاولادك، مش هتقولي الحاجه غاليه ولا الكلام ده كله. انزلي كده سمي بالله وصلي على النبي،
وهتلاقي الحاجة ان شاء الله بأمر الله رخيصة، وتقدري تجيبي حاجات زي الفل. وعايزة اقول لكم مش اول حد تلاقوه تشتروا منه. يعني ايه؟ يعني مثلا الطماطم سعرها بيتراوح من 15 و20 و10 والكلام ده كله. في واحدة بقى تقف عند الطماطم اول ما تلاقيها ب20 جنيه تيجي جايبه على طول. لا، انت لو مشيتي قدام شوية سألت بياع واتنين وتلاتة هتلاقي ارخص من كده. نفس الكلام البامية برضو، البامية بتتراوح من 40 ل60 جنيه. والملوخية طبعا رخيصة، وفي ناس على فكرة بتبيعها ب7 جنيه. فانا عايزة اقول لكم اتمشوا كده شوية في السوق، امر الله كل حاجة هتلاقوها رخيصة، وهتعملوا احلى اكل لاولادكم، ومش هتحرموا اولادكم من اي حاجة. في بنات لسه متجوزة جديد، عرايس يعني، فبتبقى الميزانية بتاعتها يعني الى حد ما مش قد كده. فالواحدة معاها 150 جنيه 200 جنيه تقولك طب انا هعمل بيهم ايه؟ مش هعرف اجيب اكل، مش هعرف اعمل حاجة. انا بقى الفيديو ده عاملاه للعرايس الجداد. انزلي كده اتفرجي الاول على الفيديو وشوفي كده بامر الله هتنزلي بال150 وهيتبقى معاكي فلوس كمان. انا قلت لكم ميزانيه النهارده 138 جنيه، والاكل ده ما يكفيش كمان فردين. لا، ده الاكل ده بسم الله ما شاء الله يكفي 6 افراد. اللهم صل على سيدنا النبي. انا كده خلصت فيديو النهارده، يا رب الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه ولو بحاجه بسيطه. كالعاده ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك عندي في القناه لو اول مره بتشوفوني. دمتم في امان الله، اسيبكم في حفظ الرحمن واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.